الداعي عليه إيش؟ عليه البلاغ، وليس عليه أن يهدي الناس، ولا يمكن ذلك. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه رأى النبي وليس معه أحد، فكيف نغضب إذا دعونا إلى الله ولم يستجب لنا أحد؟ إذا كان الأنبياء وهم الأنبياء لا يستجاب لهم، كيف بنا نحن؟ ولهذا نرى بعض الدعاة إذا لم يجد مجيبا استحسر وترك الدعوة. هذا غلط، لا يجوز أبدا أن تيأس من رحمة الله. ادعو ثم ادعو ثم ادعو، حتى لو أوذيت بدل أن يستجاب لك فلا تيأس، فأنت إنما عليك البلاغ، وما أجل أن تقوم بما عليك من البلاغ. أما أن الناس يهتدون فلا. هذا واحد. ثانيا، بعض الناس يريد أن يهتدي الناس بين عشية وضحاها، وهذا غلط، هذا لا يمكن، خلاف سنة الله عز وجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة يدعو للتوحيد فقط، وفي الآخر إلى الصلاة، ومع ذلك لم يستجب أكثر، لم يستجب ملأ، حتى ألجأوه إلى أن يهاجر ويدع بلده. فكيف بك أن تعيش في قوم أفسدهم الاستعمار العسكري والفكري والخلق، تريد أن يهتدوا بين عشية وضحاها؟ من أنت حتى تريد خلاف سنة الله عز وجل؟ اصبر وبالتدريج، ولا حرج عليك فيما أرى أن تعامل الناس بالتدريج، لا حرج، ما دام المقصود الإصلاح، فاصبر على بعض المعاصي ودرج الناس عليه.